الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. حضرت السيدات والسادة، يشرفني أن أرحب بكم بمناسبة حفل تنصيب السادة رجال السلطة الجدد الذين التحقوا بهذه العمالة، وذلك في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي عرفها سلك رجال السلطة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئات رجال السلطة من خلال تكريس المعايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب مسؤولية بهذه الهيئة. وقبل التعريف برجال السلطة الجدد الذين التحقوا بهذه العمالة، وذلك في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي عرفها سلك رجال السلطة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئات رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب مسؤولية بهذه الهيئة. وقبل التعريف برجال السلطة الجدد، لا يفوتني هذه المناسبة السعيدة أن أنوه وأشيد للسادة رجال السلطة الذين يحظون بالثقة المولوية السامية حيث يؤدون واجبهم بكل إخلاص ووفاء، وذلك من خلال عملهم الدؤوب والمستمر بهذه العمل. وأطلب منكم أن يبقوا على إخلاصهم وتفانيهم في خدمة هذا الوطن ورعاية صاحب الجلالة، وأن يظلوا كما عهدناهم حريصين على تهدئة عامهم بنفس روح التضحية والانضباط والولاء الداعي لجلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياه. وبهذه المناسبة أهنئ كل من السادة السيد محمد فاضل الزبور قائد رئيس الملحق الإداري السياسي بهذه العمالة التي شغل هذا المنصب منذ 1/7/2022، والتي تمت ترقيته إلى منصب رئيس دائرة ببنية بإقليم بنت، وهي إطراء الداخلية عملية على الوجه المطلوب بحنكة وحرفية عالية تمثل في تدخلاته الدروسة والمتزنة، كما حظية احترام الجميع بالسلطات والمنتخبين والمجتمع المدني، ونتمنى له كل التوفيق في مهامه الجديدة. كما أرحب برجال السلطة الجدد الذين تعملون بهذه العمالة، ويتعلق الأمر بالسيد شفيق هراسي من مواليد مواليد 1984 بالحاج، متزوج وأب لطفلين، حاصل على منصب في قانون المنازعات، خريج 340 العلمية للإدارة الحرية، والذي تقلد المناصب التالية: قائد قسم الشؤون الداخلية بعملة أكاديمية الدوثنان 2013-2016، قائد الملحقة الإدارية العاشرة بعملة أكاديمية الدوثنان 2016-2018، قائد قيادة أزوطة إقليم سفرو 2018-2022، قائد قيادة الحمام بإقليم نفرة 2022-2024، وكان آخرها قائد ملحق بالكتابة العامة لإقليم نفرة منذ فبراير 2024، وقد تم تعيينه رئيس الملحقة الإدارية 57 إفريقيا. السيد علي اللبان من مواليد 14/4/1998 بفاس، متزوج حاصل على منصب في القانون الخاص والعلوم الجنائية، بالإضافة أنه في السنة الثالثة من سلك الدكتوراه بمثل الاختصاص،
خريج فوز 59 للمعجمة الإدارة الترابية سنة 2022-2024، وقد تم تعيينه رئيس الملحقة الإدارية 60 قرية الجماعة. وفي نفس الإطار فقد تقرر إجراء تنقيب داخلي بنفذ الترابية الأعمال لضمان نجاعة وفعالية أكبر، وبذلك ستكلف السيدة القائدة أسماء شفيق بمهمة قسم الشؤون الداخلية عملت مقاطعة المسجد. حضرات السيدات والسادة، إن المفهوم الجديد للسلطة كما حدده صاحب جلالة الملك محمد السادس رحمه الله يقتضي رعاية المصالح العمومية وحسن تدبير الشأن المحلي، كما يتطلب منا الانفتاح على المواطنين، وذلك بالاتصال المباشر معهم ومعالجة دانية لمشاكلهم، وكذا إشراكهم في القرارات المتعلقة